بابا نقول للنادي انا طول عمري كده. لا دي انا حاجه خاصه بعملها للنادي. هات بقى بتاعتي. دي حاجه خاصه بعملها للنادي مش لا على طول كده يعني. لا على طول اسال عندي في النادي كده يقول لك ده عم عبد ده بابا نويل. بقى في لنا البيضه اللي بتحطين حمل. عايز ايه؟ ايه سر حبك؟ بقول لك عضويتي اقدم واحد عضو في نادي الزمالك. ايه العضويه مالهاش علاقه انا شايفه ان شفت بقى بص ثواني بس انت بتقول لنا حبك للنادي وللنادي ومش عايز تدفع 5000 جنيه للرئاسه. طب منين بقى عشان نفهم بس؟ ما خساره ادفع 5000 جنيه يعني انا هسقط يعني. ولادي اولى. ماشي بس انت بتقول انت محب ايوه محب يعني ادفع 5000 جنيه طيارهم في الهوا. طب ما انا اديهم لا مؤاخذه يعني انت اجيب بيهم هدايا للاطفال. استخسرت في نادي الزمالك 5000 جنيه. ما انا بقول ما ده اللي لا ما تحورش ما تحورش عشان ما بحبش الحوار. مين يصلح لرئاسه نادي الزمالك؟ انا رجعت في كلامي عشان 5000. ايوه ما لو سقط مش هياخدهم. ايوه مش هاخدهم. طب اسالك سؤال، مين يصلح؟ فرصتك قليله يعني عشان تسقط يعني. يا عم انا لو خدت الصوتين على بعض يبقى كويس. طيب اسالك سؤال بمنتهى الصراحه، دي بقى معموله مين؟ تذكر قدره الله يعني. بس انا عايزكم بقى كل واحد يقرا دي كده ويعرف. عايز اسالك سؤال، مين يصلح لرئاسه نادي الزمالك؟ حسين لبيب. ليه؟ راجل لعيب قديم اول حاجه وادارجي ومش محتاج، بس كفايه. طب ليه مش احمد سليمان؟ لا ليه احمد سليمان على دماغي ومحترم وراجل كان مدرب حراس مرمى من اعظم مدربين حراس مرمى اللي جم في نادي الزمالك واخد بالك. ايه رايك في الوقت الحالي ده احنا عايزين ادارجي. طيب اللي حصل من ايه ومجلس الاداره السابق. بص استاذ المستشار مرتضى منصور في الاربع سنين الاولانيين عمل، مش هو حد ينكر عمل، بس كان في احسن من كده، كان في احسن من كده يتعمل عشان ده نادي الزمالك. انا بقول لك لا عمل